يا طارق يعني ليه يا طارق؟ مش رد ساعة بساعة، هي ليست مسألة ردة ساعة بساعة. رجل تعد يعني تكلم فيه لا ورجل يرد منه. طارق بيقول لك البقرة اللي تحت، لو فانا برد تهدى على يا كلمة شيخ علاء، لو تهدى يا شيخ علاء. يعني فهو أساسا يرد دفاعا عن نفسه، يعني من حقه يعني يرد. هذا نسكته نقول له لا تدافع عن نفسك، ما يصير من حقه يرد. هو ما اعرف الاخ دكتور هيثم وين طلع، يعني زعل من الروم ولا ايش؟ أعرف شنو الموضوع. ما ادري الان بس اصطاد انا حساب فين. لا لما ويا المتوتر اخواننا كرام يعني السلام عليكم. معذرة المقاطعة. السلام عليكم، معذرة المقاطعة يا جماعة. بس أنا لسه داخل الروم حالا، شفت الدكتور هيثم موجود في الروم فدخلت لقيته خرج. إيه المشكلة بالظبط؟ يا ريت تعرفوني بس. يا اخوان إيه ما اللي في حصل؟ ما في اي مشكله. يا أخي أنا عندي معلومات، فأنا عايز أعرف إيه اللي حصل. طيب اللي حصل باختصار وضحها مره اخيره. مين اللي انطيني مجال اوضح لك، انت سألت تسمع الاجابه. في اخت انا اشوفها لاول مره اسمها راء، قالوا لي انها تجاوزت على الشيخ وقالت انه لا يستطيع لفظ اسم سفيان الثوري، يلفظه بطريقه سفيان الثوري. انا هكذا وصلت لي الرساله، فدخلت على شات لقيت الشتائم متبادله، يعني بعض الاخوه شتموها ووبخوها. فانا نهيت عن هذا الموضوع، قلت خلاص اتركوا الموضوع، صار شتم متبادل. صعد الاخ ابو محمد اراد يوضح لي، قلت له كلامك على الراس، اعطيني مجال اتكلم. ظل يصرخ مرتين ثلاثه، ما تشاوب معي، نزلته، زعل وطلع. والدكتور هيثم طلع، مع العلم اثنيناتهم مقدرين وعلى الراس. يعني هذا كل ما في الموضوع. يا حيدر يا اخوي حيدر موجود تحت هو، بالله يطلع ما في مشكله. منو محمد موجود منو؟ خلي يصعد. ابو محمد موجود، موجود محمد موجود. ابو خلي محمد يصعد. موجود. وانا قاعد اقول له كلامك على الراس، يعني ايش اقول اكثر من هذا؟ ممكن اتكلم بس شوي يا اخوان؟ اول نقطه، لو ابو محمد قال اعطوني مودريتور حتى سواء كده الموضوع غير كده الموضوع غير المعلومات اللي عندي خالص. كده الموضوع اللي حضرتك بتتكلموا فيه غير المعلومات اللي عندي خالص. لا حول ولا قوه الا بالله. ثواني بس، لو صعد ابو محمد وقال انا ما مودريتور، هدف الاشخاص اللي كذا، احنا كنا مشدودين مع مشدود اعصابنا وفايتين بمشكله، والمقابل ما عارف شنو الموضوع. يعني ممكن هو ياخذ مودريتور ابو محمد وهو اذا يسمعني تفضل ابو محمد، هذا مودريتور خلاص. والله اعطينا مودريتور، لانه في بعض البطولات تحصل بالشات. تمام، هاي عندك مودريتور، هاي بعض من اسمعني بس، بعض من يدعون المراجل من خلف الشاشات. وانا بعثت لك على الخاص يا انجل، قلت لك انا ما عندي مراجل من وراء شاشه، انا مراجلي على الواقع. طبعا يا اذا بيكون عندك مجال تشوفني على الواقع اهلا وسهلا، مشان نعرف مين الرجل ومين المرأة. والله لا يستحقها، اقسم بالله العظيم. طفل صغيري يلزم. ابو محمد ما تطيح قدرك معه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اولا بس يا اخوه، بس بوضح نقطه يا اخوه. انا ترى على فكره من الساعه هسه دخلت البيت، بس عشان بدي احكي نقطه، بس يا ريت الكل يعني ياخذني بحلم شوي. اول شيء انجل اشعري، هذا الشيء ما فيهوش عيب انه هو يصرح بانه عقيدته اشعريه، ولكن ندافع عن معتقد هو فعليا يبطن الاشعريه وما يعرف كيف يبطنه، ويظهر انه حنبلي جديد ويدافع عنهم بدعمهم، وهذا شيء طبيعي لا شك فيه. فهذا الرجل نفسه تم الحوار بينه وبين الشيخ حاتم، مع ان نحن عبنا على الشيخ حاتم ليش كان شديد عليه جدا ويغلط عليه، وانا ضد الغلط اللي صار عليه، ولكن انجل بشكل او باخر بدعم فكره انه جمع التناقضات. يعني الرجل يدعو الى التمييع العقديه، ونحن ما حكينا عنه ولا هاجمنا ولا شيء. ولكن البطولات انا اسف يا بس اقطعك والله، عشان انا بس عايز انزل. هو مين اللي تجاوز على الشيخ هيثم؟ يا اخوانا كل شويه هنعيد الكلام ده. خلاص ايوه يا عم، انا جاي اكلمك، انا جاي اسال مين بس. وخد حقه
مين اللي خدها انا من جاي النيك اسال؟ بتاعه. طيب يا عم انا علاء بسال عادي. انسى استاذ علاء، علاء استاذ الدين علاء، مش عارف علاء متحامل عليا ليه، انا بسال عادي يا علاء. رابع واحد يخش يقول ايه اللي حصل يا تجاوز على عم الشيخ هيثم. والمره المليون ايه المشكله يا عم؟ الراجل عندنا ذو قيمه وقدر فبنسال. الله يرضى عليك. ماشي استاذ احمد، انت شنو السؤال مالتك؟ انا اجاوبه. ادم تفضل. معاك انا. انت شنو السؤال مالتك؟ مين اللي تجاوز على الشيخ هيثم؟ والله ما اعرف مين اللي تجاوب. في بنت ما اعرف اسمها وكانت زعلانه يعني على اسم الامام سفيان الثوري يعني؟ اي يعني ليش تسوي طب هي فين الفرزدق دي؟ عايزين نشوفها. ما اعرف والله وينها يعني. ورد عليها الدكتور وكذا، او كان يعني في اشكال صار مع الاخوه حليناه يعني، ماكو في مشكله يعني. انا انطيكم بس بوضح نقطه. انا يا اخوه يعلم الله انه اخوي حيدر قديش دكتور. متقرب مني، يعلم. اهلا وسهلا بك. نعم يا اخوي انور. الدكتور هيثم رجع، اهلا وسهلا بك. الدكتور حياك. اشار الى مساله مهمه. اذا كان اللحن هو مثلا يقدح في علم العالم، فبالضروره ان يكون سفيان الثوري ومجموعه من العلماء الذين كان لديهم بعض اللحن ان يكونوا ساقطين علميا، بالتالي هم محدثين ومقبولين على مستوى العالم يعني. فكيف واحد يقدح بهم؟ فهذا يعني الزام، حقيقه الزام. اعتقد انه اسمر هو الشاوي، صحيح؟ ممكن تفتح المايك؟ من الارض. ايوه هو باين عليه من عيونه. انت شاوي ولا انت خايف تقول ولا انت مكسوف ولا ايه؟ اسمر. اي سمعنا انك قلت على ان للاخوه الذين يدرسون عند الشيخ هيثم، شيخ دكتور هيثم، دواعش. صح هذا الكلام؟ من الارض لصاحب الحساب اسمر. ماشي، اكمل. والله انا ما سمعته قال هذا الشيء حقيقه. انا اسمع انا سمعت وانا تناقشت معاه، وهذا الشخص هو محمد، هذا هو الشهاوي. لا مو محمد، اسمر اللي حاط عيون بس. اوكي ما في مشكله. هذا هو قال الذين يدرسون عند الدكتور إن ما هيثم. فتحت الميكروفون، بس ثواني، فتحت الميكروفون ما كذا 10 ثواني لا خلينا حطردك برا نكمل الغرفة. حتى ثواني نكون بس، على بالي. ثواني. انا اذا ما فتحت الميكروفون كمان 10 ثواني اطردك برا الغرفة، لان الاشكال دي انا اعرفها، تقعد تسجل ويفتح غرف الكلام ده. فافتح ما كذا بالطيب، لا يعني هتضطر يعني تلقى المنطاد. شوف تفضل. بالحرف انا لا ازيد عليه ولا انقص. انا اصلا كنت يعني قاعد تحت وبدا يتكلم وبعدين قال الدكتور هيثم يلحن في الحديث. كيف يعني انسان يلحن في الحديث يدرس الحديث؟ بعدين قال انت انور وامثالك اللي يدرسوا عند الدكتور هيثم هم دواعش ويخرج في الدواعش. دواعش والخوارج يكفرون الناس. واذا هو يعني موجود خليه يرد. انا امانه ما سمعت قال هذا الشيء. انت كانت عندك جلبه هيك مع الاخ نون وما اعرف شنو، اما انا كنت موجود واسمعه وانا رديت عليه، وكنت انا مستمع جيد لهذا الموضوع، وانا لا اشك اني عندي سمع ما شاء الله، وانا ما اتكلم ولا افتري على احد ولست خايف من احد. هو شكله ما كانش بيرد عشان بيسجل لنا مثلا. طب ما انت جاوب بشهاده كل مختصين اللغه، بشهادتهم ان انت حمار في اللغه ما بتفهمش، بشهادتهم كلهم، مش بشهاده انا عم اقول لك انا ما بفهمش في اللغه، بشهاده ناس كتير بتفهم في اللغه ان انت ما بتفهمش اصلا. فانت على ايه عامل فيها فزلوك؟ يعني تتفزلك على ايه؟ ما جبتش شيء جديد يعني. الله يرضى عليكم بدون شتائم، الله يرضى عليكم. لا مع حمار دي مش شتيمه، ده صفه يعني بدون حتى ده لفظ ذكر في القران، مثل الحمار يحمل اسفار. رحمه ايه الله عليك. المشكله يعني؟ بدون شتائم، الله يرضى عليك. انور يا اخي هم يشتمونا واحنا من حقنا نرد. قالوا عندنا كلام اعظم من هذا، دواعش، تكفيريين،
ما أعرف خوارج إيش هذا يعني صالح، شو من معنى؟ الذي قال هذا الكلام؟ هذا الشهاوي. أنا ما سمعت قال هذا الحكي. لا خليني أتكلم، أنا بقول لك قالها الشهاوي. أي شهاوي دقيقة، هم السلام اثنين، عليكم. عليكم السلام. قالها طيب الشهاوي أنا ثم في شيء يا إخوة، صبرا يا أستاذ صالح. ممكن أنا نثبت الآن شيء لكي أبين لك أن هناك تصحيف من بعض الرواة. يعني مثلا هناك حديث رواه الإمام أحمد في المسند لما قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان وأبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر ابن عبد الله قال جاء أبو حميد الأنصاري بإناء من لبن نهارا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالبقيع فقال النبي ألا خمرته؟ صبرا يا أخي الفاضل. ولو أن تعرض عليه عودا. الإسناد ده صحيح على شرط مسلم، واضح؟ هذا الحديث لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن وكيع وأبو عوانة الاثنين من طريق يعلى بن عبيد وعبيد الله بن موسى عن سفيان الثوري، الاثنين رووا الحديث اللي هو مين؟ يعلى بن عبيد وعبيد الله بن موسى عن سفيان الثوري، لكن فيه لفظة بالبقيع، فيه لفظة ألا وهي بالبقيع، وده خطأ. واضح؟ ليه؟ هذا الحديث لما رواه الإمام النسائي في السنن الكبرى من طريق علي بن مسهر وأبو عوانة الاثنين من طريق عبد الرحمن بن مهدي اللي هو تلميذ سفيان، الاثنين دولت عن سفيان ولم يذكر مكانا، ما ذكروش كلمة البقيع. ورواه عبد الرزاق في مصنفه وأبو نعيم ووكيع 3 ويعلى 4 وعبيد الله بن موسى 5 عن سفيان الثوري وقال سفيان بالبقيع، وده غلط. خلفه مين؟ خلف سفيان مين؟ خالفه ابن جريج وزكريا بن إسحاق وموسى ابن عقبة فروياه عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله بلفظ بالنقيع وليس بالبقيع. ده تصحيف ولا لا؟ تصحيف ايش؟ ده تصحيف. سؤال: سفيان الثوري الآن تسقط إمامته؟ لا يا شيخ ما تصح. هل الكلام اللي أنا بقوله ده يفهمه الشهاوي بغيره؟ ما يفهموش حاجة، ولا حتى هو ولا يحسن جمع الإسناد. ده تصحيف. وشعبة بن الحجاج كان يخطئ في أسماء الرجال. هل تسقط إمامته؟ يعني يقال اقعد في بيتك لأنك تلحن أحيانا في أسماء الرواة وغير ذلك وتعلم قبل أن تحدث. هل يقال له هذا الكلام؟ الكلام ده كلام غلط. أهو سفيان الثوري مع إمامته وسيد الحفاظ. دكتور أعد الكلام لأنه الصوت قطع. وسيل يم ولا يخرج ليعلم الناس. الصوت قطع يعني من تقريبا 15 ثانية. طيب أنا قلت الآن سفيان الثوري مع إمامته وجلالته وحفظه وإتقانه، وشعبة كان يلحن في أسماء الرجال. وإن شئت أتيت لك الآن بإسناد ثاني أو بحديث ثاني فيه تصحيفات. أنا عندي جزء لتصحيفات لبعض المحدثين، أنا جمعت تصحيفات لبعض المحدثين. سؤالي: هل هؤلاء الأئمة ما ناخدش عنهم حديث لأنهم صحفوا في أسماء الرواة مثلا أو تصحيفا في كلام النبي؟ يقال أنت بتخطأ في كلام النبي فأنت اقعد في بيتك لأنك تلحن في كلام الرسول. هل الكلام ده كان عند المحدثين زمان؟ الكلام ده كلام غلط. هل كان هذا الشيء موجود عند المحدثين قديما؟ يا ريت نفهم ولا نلتمس العثرات، لأن ما حدث معي في اللحن مثلا وفي أسماء الرجال هذا قليل.
في أسماء الرجال قليل، لكن هب أنني أخطأت. خطئي في الإسناد أو خطئي في المتن هذا كان قديما عند المحدثين، فلو أنا بادر مني هذا الشيء فهذا كان قديما عندهم. لا أقول أنني أذهب إلى هذا الشيء، لا، بل الصواب أن يروى الإسناد سندا ومتنا على الصواب، لكن ما جرى لي لم أنفرد به، بل كان قديما عند العلماء. يا ليت يعني لما نحب ان احنا ندور على عيب انسان ما يبقاش بالشكل ده عيب. لان انت هتيجي تقول بيلحن في الاسماء، طب انا هجيب لك 10 من المحدثين بيلحنوا. بيلحن في المتن، طب انا هجيب لك 20 من الائمه بيلحن في المتن. هتقول ايه في الكلام ده؟ تسقط امامتهم؟ الكلام ده كلام عيب يعني، ما يصدرش من واحد فاهم. عيب يعني، مش كده؟ يا ريت نفهم. حياك الله يا مولانا، الله يفتح عليك يا رب. جزاك الله خير يا مولانا. حياك الله. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معلش أنا بدي أحكي كلمتين بسرعة وأخرج مشان ألحق الصلاة، ولكن اللي بيحصل الآن هي هجمة شرسة ممنهجة على أهل الحديث في هذا البرنامج. في الصباح نسمع واحدة تافهة تتعرض للدكتور هيثم، ثم نسمع شخص تافه برضو يتعرض للدكتور هيثم، ثم نسمع شخص ثالث جالس يضحك وهو يسمع هذا الكلام وأنا مش فاهم، وبعض المتصدرين جالسين تحتيها تحت أقدامه بالأسفل مبسوطين على هذا الكلام. ما أحد صعد، ما أحد عنده نخوة وغيرة على دينه يطلع ويصعد يقول لها وقفي كلامك أو وقف كلامك، ما في. فهاي الهجمة مش بس على الدكتور هيثم، إنما على أهل الحديث في هذا البرنامج، لأنه عارفين أنه أهل الحديث أكثر ناس قساوة وشدة على أهل البدع. وهذا الكلام أنا بقوله مسؤول عنه، واللي عنده رجولة يطلع، اللي عنده ذرة رجولة يطلع يواجه، لا يختبئ وراء النساء. خلي النساء تفتح له غرفة مشان ينبسط فيها. خليك رجل وتعال واجه. هذا إذا تربيت في بيت رجولة أصلا. السلام عليكم. وانا اصدق ورا منك واقسم بالعشر انهم ما تربوش 5 دقايق ورا بعض. كان في غرفة من يا أستاذ أبو محمد لما صار هذا الأمر؟ الغرفة كانت اسمها النون يا شيخ. لا الغرفة كانت الرجل اسمه عمر. أنا صعدت حتى يعني كانت عنده مشكلة صحية، فأنا صعدت أنصحها، فصعد الشهاوي واختلط عمر. يعني الغرفة ما كانت إلا أحد. طيب الآن يا إخوة، بعد هذا الأمر إن هو بيلحن في الحديث الذي يقدمه، طيب ما الإشكال يعني؟ وبتقول لأنه يلحن في كلامه فما يعلمش الناس. مين اللي قال بالكلام ده؟ اعطني إماما وأنا سآتيك بأدلة كثيرة، لأن هذا الكلام لم يقل به أحد يعني. والشهاوي ليس متخصصا في العلم الشرعي حتى يقدم قوله، وليس من أهل العلم، بل يعني درجته العلمية ليست في الشرع. يعني هو إيه موقعه في الفقه والأصول والحديث وغير ذلك؟ يعني لما يصدر الكلام ده من رجل شرعي ممكن يتناقش في كلامه، ممكن أن يناقش في هذه الفكرة، لكن أن يأتي شخص ليس له في العلم الشرعي لا قدم ولا حافر فلا بد أن نتأمل أنذاك. ما أنا لا أحب أن أتكلم بهذا الأمر مع الشهاوي لأن ما فتحتش قبل كده سيرته ولا تكلمت في سيرته، مع أن هذا الأمر كان قديما وما صعدت مرة على البنل وتكلمت فيه أو طعنت فيه، بل لما بلغني سكت، ولما يعني سمعت الغرفة بنفسي في المرات السابقة سكت وما تكلمت. لكنه يسير في كل غرفة ويطعن
ويقدح وغير ذلك. شيخي وأستاذي الدكتور ماهر ياسين الفحل لما كان يقرأ كان يلحن، لما كان يقرأ كان يلحن ويقول اعذروني إذا أخطأت في مخارج الكلام، اعذروني إذا أخطأت في مخارج الكلام. وهذا رجل عراقي، هذا رجل عراقي ودكتور. فمسألة اللحن ما منا من أحد إلا ويلحن في كلامه، لكن الجيد والمستحب أن أنت تحسن من نفسك، تحسن من مخارجك من مخارجك للحروف، هذا بيكون أجود. لكن الفكرة العامة ما من أحد إلا ويلحن في كلامه، لكن أن تأخذ أنت هذا الموضوع وتجعله من زلات الشخص الذي تعاديه، هذا شيء قبيح يعني. وبدت هذه العداوة أكثر لما رفعت المتابعة عن الشهاوي، لأنني وجدته سيء الخلق، يعني أحيانا كان يتطاول على بعض النساء، كان يتطاول على بعض النساء ويتكلم بنبرة يعني مستقبحة تماما. فأنا ما ارتضيت هذا الأمر، فرفعت عنه المتابعة فقط، ما صدر أي شيء ثاني أبدا. من بعدها لما رفعت المتابعة صار هذا الأمر وصار يعاديني. كان هذا الأمر ابتداء مع كريم يوسف، ثم مع المحاربة العثمانية الأخت الفاضلة، ثم ضمني إليهم لأنني رفعت عنهم متابعة. هذا إنسان مريض، لا نلتفت إلى هذا الأمر، نسأل الله أن يهديه. اللهم آمين. جزاك الله خير يا شيخ. حياك الله يا أخ حاتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما حياكم حاتم الله بيلحن جميعا. هو نايم وهو صاحي. نعم. بس بارك الله فيك. أخ جزاك حاتم، الله خير. أنت عندك هنا عدد من المحبين والمتواطئين معك، فالله يرضى عليك بدون نعم. أعضاء تناسلية ولا أعراض. لا 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 داعي لأن تقول لي أنا هذا الكلام أصلا يا أنور، ولا أسمح لك أن تقول لي هذا الكلام رجاء، وأنا أتكلم حسب ما أراه حقا وحسب الوضع. فبالله عليك لا 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 لا, لا, لا تصادر علي بهذه الطريقة ولا توجهني. لا لا أنت لا توجهني، فأنت إلى الآن لم تسمع مني شيئا. بإمكانك أن تقول هذا في غرفتك. طيب أنا أصلا طيب لم أقل شيئا، لم أقل شيئا، وليس لك الحق أن تتكلم علي وأنا لم أتكلم. ليس لي الحق. لماذا؟ ليش ما لي حق؟ ليس لك الحق. أنت تريد قبل أن تكلمني أن أقول لك لا تفعل كذا وكذا. لا، أنت لا تعرف لماذا أقول. اسمعني يا رجل، اسمعني يا رجل، اسمعني يا رجل، اسمعني يا رجل. أول شيء أنا لم أتكلم ولم أقل كلمة حتى تصادر علي، فليس لك الحق أن توجهني، فأنا لم أتكلم بشيء ولا تعرف ما سأقوله أصلا وفرعا. أطلب منك يعني أنا أطلب لا تطلب مني، وطلبك مرفوض، لأنني أنا لست كما حاولت أن تصورني للناس. أنت أخطأت في فعلتك هذه ووجب أن تعتذر. أنا أعتذر. طيب. وتفضل. طيب يلا، جميل جدا جميل جدا. دعني أكمل يا أنور. واعتذارك غير مقبول لأنك للأسف صادرت علي واتهمتني بأشياء ليست فيها. ثاني شيء يا دكتور هيثم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيك وأن يحفظك وأن يرعاك وأن ينفعنا بعلمك. وعليك أن تعلم أن هذا الوغد وغيره ليسوا أهلا ولا معيارا ليحكموا عليك ولا على أمثالك. وأنصح الإخوة المستمعين، إن سمعوا أحد هؤلاء الأنجاس يتجاوز على من نعتبره نحن أعلام عندنا ونعتبرهم قدوات عندنا، هذا المكان لا أراه آلا. لا هذا المكان ليس كذلك. لا يا دكتور هيثم بارك الله فيك. طيب صبرا أعتذر بارك الله. لا أكمل يا أستاذ حاتم. صبرا يا أستاذ حاتم. تفضل يا دكتور. طيب صبرا يا أستاذ حاتم. تفضل. أنا مع أن الموضوع عندي لكن ما أسب ولا لا أشتم. لا قضية وغد ونجس هي حقيقة. أي سب وشتم هذا وصف لإنسان بما يستحق. لا هذا وصف الإنسان بما يستحق، وأنا أراه وغدا وأراه نجسا. وهذا قرآن، إنما المشركون نجس. يا أستاذ حاتم. نعم. طيب عفوا، يعني دعك من هذه الأوصاف. لا أعرف أصف إنسانا بأشياء لا يستحقها، والله لا أعرف.
طيب حاول أنا أتقن أنا حاول أتقن أن أصف كل إنسان بما يستحق. أنا هذا أمر أتقنه. أنا لا أستطيع كلماتي هكذا تفضحني. كلماتي تصف الإنسان الذي يستحق بما يستحق، وتصف الذي لا يستحق وتصف الإنسان الذي يستحق المدح ويستحق الثناء ويستحق العبارات الرقراقة والجميلة بإن كان يستحق. هكذا نحن. هناك إنسان يتحزز يريد أن يطبطب على الكل، هذاك شأنه، وأنا أكتفي بهذا القدر ولا يهمني هذه الترهات كلها. واجلس يا أنور طبطب عليهم هناك وخذهم بالأحضان وعانقهم وليعانقوك، والكل للأسف الشديد في هاوية. السلام على من اتبع الهدى. وعليكم يا السلام ورحمة الله وبركاته. وإيش صار؟ تفضل يا من يفنطق اسمك أبو عزيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شيء والله، بس كنت يعني كنت بشارك بس على حسب الموضوع يعني أغلق. ارجع تكلم يا خنور في التبك، ما إذا الكل خلاص أعطى ما عنده يعني. والله يا أخي سبحان الله. الآن بخصوص يعني منكر السنة يعني الروافض وغيرهم من الفرق، فهل يعني يكفر